ماذا عن المدرسة؟ هو الطفل ده أكيد بيروح مدرسة وبيتعامل وبيلعب وعنده حصص وتركيز ومذاكرة. إزاي المدرسين اللي بيتابعوه في الفصل وبيدرسوا له يكونوا عندهم بقى وعي يتعاملوا معاه إزاي؟ هل يعني يعاملوه معاملة مختلفة؟ إيه العلامات اللي لو ظهرت عليه المدرس لازم ينتبه بسرعة لا قدر الله لو الطفل هيدخل في غيبوبة؟ فكلمينا عن دور المدرسة. دور المدرسة طبعا أنت طلعتي ابنك خارج البيئة اللي أنت قاعدة فيها، اللي هي البيئة الآمنة محيطة بأمه وأبوه، لكن برضو بتعليمك له وتوعيتك له وتثقيفك له العالي هو حيعرف يتصرف. يعني مهم. مثلا أهم حاجة إنه لما نمشي المدرسة الأسرة يعرف المدرسة أسرة مهم. المدرسة تعرف إنه الطفل ده مصاب بالسكر. ودائما نحن بندي للطفل الإبرة اسمها جلوكوجون انجكشن، هذه إبرة اه بسيطة، اه. إبرة الجلوكوجون جاهزة. إذا الطفل لا سمح الله تعب ما قادر يركز ولا حس بغيبوبة أو الطفل فقد الوعي، على طول بنديه الإبرة نوديه الطوارئ، ودي أخطر المراحل. أما غير كده دور الأسرة إنه الولد لو دار يمشي الحمام ممكن يسمح له مم. الأستاذ. مرات مم. لما السكر يكون عالي الطفل دار يمشي الحمام لما مم. يرفضوا. هذه حاجة. الحاجة الثانية ودي اه تعلميها له أنت كأم أنت. اه يعني اه. المدرسة حتى إنهم يراقبوا لو حصل شيء. ايوه. وممكن بعض المدارس ترفض منك، فهل انت مثلا ما حتتعاملي؟ لا، تثقلي ابنك بالمعلومه. المدرسه دورها في حالات انه دائما بنخط لطفل مثلا زي قويشه او بنجل كده في يده انا مم. مصاب مم. بالسكري، لو لقوا الحاجه الوحيده اللي بنخاف منها هي الانخفاض، عشان ما يدخل في غيبوبة انخفاض السكر. الارتفاع اه اه. بياخد مدة طويلة عشان مثلا مرحلة الخطورة، ولكن مم. لو مم. بياكل وجباته بانتظام وغالبا ما بيحصل. ممكن يلعب كورة يشيك، بعد مم. ما يلعب كورة ممكن نركب له جهاز لحساس السكر، ايوه قارئ السكر بالظبط اللي برضه بالظبط. متوفر. مم. ده بيخلي انه مثلا يديه الامان، ندربه عليه يقدر يشوف السكر. الام ممكن تراقب السكر حقه عن طريق ممتاز الجهاز. ممتاز. دي يعني ما حنقدر نقول إنه المدرسة حتساعدك 100%. ربما المدرسة كمان بعض الأحيان تصل عائق ليكِ، فأنتِ اه. أنتِ اللي حتتعدي كل التحديات دي، وأنتِ اللي حتبني مم. ابنك بناء صحيح. ربنا يعين وبإيش كل كل ما هو الامهات، ربنا يعين كل